السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي مع أحمد منصور. تحتل الدراما الكويتية مكانة بارزة في المشهد الفني العربي، وده بيعود لعدة عوامل من بينها حرص صناع الدراما على طرح قضايا شائكة من وحي المجتمع الخليجي، ومهارة الممثلين ومستوى التكنيك الفني اللي شهد تطور لافت جدا في السنوات الأخيرة. والجمهور العربي بينتظر بشغف شديد جدا قائمة مسلسلات رمضان 2023 مقرر عرضها قريبا. أول مسلسلات رمضان الكويتية بإذن الله يا جماعة تنوعا هائلا في القضايا التي تتناولها لتمنح الجمهور اختيارا جيدا يستحق المشاهدة. أولهم مسلسل خواتي يا غناتي، من بين مسلسلات رمضان الجديدة. خواتي يا غناتي من إخراج علي بدر وتأليف جميلة جمعة، تحمل القصة الكثير من المعاني والأحداث الرائعة حول حياة أربع إخوات وأب مقعد في الكويت. ومن المتوقع أن يتصدر المسلسل قائمة أفضل مسلسلات خليجية رمضان 2023، واللي بتناقش موضوعات الصراع والخيانة والمظاهر الزائفة في قصص الحب. بإذن الله يا جماعة المسلسل ده بطولة الفنان الكبير جدا غازي حسين، بطولة طيف إبراهيم الحربي وفوزي الشطا وشوق الهادي. ان شاء الله باذن الله يا جماعه من بكره هنبدا بس اول حلقات مسلسل اخواتي يا غناتي. ارجو ان انتوا تتابعونا في كل حته، اعمل سبسكرايب، فعل الجرس عشان خاطر اول ما الحلقه تنزل باذن الله يكون وصلك اشعار بيها وتتابعها معانا اول باول. ارجو ان انتوا تتابعوني. مع التوفيق ونتمنى لكم رمضان كريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.